بيبدأ الفيلم مع بنت يتيمة اسمها سام عندها 18 سنة، وبتكون سام عايشة في دار للأيتام مع صديقتها هيزل اللي عندها 8 سنين. وبيظهر إن سام وهيزل بيحبوا يغنوا ويرقصوا مع بعض، وعلشان كده بيصوروا فيديو ليهم وهم بيغنوا وبيرقصوا سوا وبيكونوا مبسوطين جدا. ولكن سام بيكون حظها سيء إن الديكورات اللي هم عاملينها بتقع عليها من غير سبب، وساعتها بتستغرب سام من اللي بيحصل. ولكن هيزل مش بتستغرب زيها، وده لأن هي عارفة ان سام دايما حظها وحش، وعلشان كده بتاخدها معاها على اوضتها وبتوريها تمايم الحظ بتاعتها، وده علشان سام تختار تميمة منهم وحظها يكون حلو. وبتقول هيزل لسام ان هي جمعت كل تمايم الحظ على امل ان الاسرة اللي هتزورها يوم الجمعة الجاية توافق تاخدها من الدار وتعيش معاهم. وبتقول هيزل لسام ان هي مش ناقصها غير قرش الحظ علشان حظها يبقى حلو وكل حاجة في حياتها تتغير للأحسن. فبتوعدها سام ان هي هتدور على قرش الحظ، وبمجرد ما هتلاقيه هتيجي تديهولها على طول. فبتشكرها هيزل وبيستعدوا علشان يكملوا الفيديو اللي هم كانوا بيصوروه. ولكن مشرفة الدار بتدخل عليهم وبتبلغ سام ان موظفة الخدمات الاجتماعية جت، وده علشان توديها لبيتها الجديد. وبنعرف هنا ان سام تمت 18 سنة وجه الوقت اللي هتعيش فيه لوحدها بعيد عن الدار. فبتطلب سام من المشرفة ان هي تفضل في الدار يومين كمان علشان تودع هيزل قبل ما تمشي مع الأسرة اللي هتتبناها. فبتقول لها المشرفة ان دي قوانين وهي ما تقدرش تخالفها. فبتتضايق سام وبتروح تلم حاجتها، وبعدها بتودع هيزل وبتعرفها ان هي هتبقى تيجي تزورها قبل ما تمشي من الدار. فبتحضنها هيزل وبتفكرها ان هي تبقى تدور على قرش الحظ. وبعدها بتركب سام العربية مع موظفة الخدمات الاجتماعية، وبيكون معاها صندوق فيه كل حاجتها. وبتفتح سام الصندوق ده وبتمسك صورة ليها وهي طفلة، وساعتها بتفتكر اليوم اللي هي اتصورت فيه الصورة دي. واليوم ده كان ميعاد أول زيارة للأسرة اللي هتتبناها، ولكن الأسرة لغت الزيارة. ويومها سام اتضايقت وزعلت، ومن وقتها وكل ما يتحدد ميعاد الأسرة علشان تتبناها الموضوع بيفشل، لحد ما بقى عندها 18 سنة ومفيش أسرة جت تتبناها. وبعدها بيوصلوا للبيت الجديد والموظفة بتدي المفاتيح لسام، ولكن بيجي شخص بيكون معدي في الشارع وبيخبط سام وبيوقع منها المفاتيح في البلاعة. وبيظهر إن الموظفة عارفة إن سام على طول حظها وحش، فبتكون عاملة حسابها وجايبة معاها نسخة تانية. وتاني يوم بتصحى سام من نومها على صوت مكنة قص الزرع، وده لأن سام نسيت شباك الأوضة مفتوح، وعلشان كده أوراق الزرع بتقع جوه الأوضة. فبتتحرك سام بسرعة وبتحاول تقفل الشباك، ولكنها بتفقد توازنها وبتقع على السرير. وبعدها بتكتشف سام إن هي متأخرة على الشغل، فبتجري على الحمام بسرعة علشان تستحمى، ولكن المكنسة بتقع على أكرة الباب. وساعتها بتتحبس سام جوه الحمام. فبتمسك سام أنبوبة معجون الأسنان وبتقدر إن هي ترفع المكنسة وتفتح باب الحمام. وبعدها سام بتعمل لنفسها أكل علشان تفطر، ولكن الأكل بيقع منها على الأرض. وبعدها بتخرج سام من البيت وبتكتشف إن كاوتش عجلتها نايم، فبتمسك المنفخ وبتنفخ العجلة بسرعة. وأخيرا سام بتتحرك في طريقها لشغلها، وبالرغم من كل المواقف اللي حصلت لها إلا إن هي بتوصل شغلها في ميعادها. وهناك سام بتقابل صاحب الشغل اللي اسمه مارل، واللي بيرحب بيها وبيعرفها طبيعة شغلها. ولكن كالعادة سام بيكون حظها سيء وبتعمل مشاكل كتير في الشغل، فبياخدها مارف وبيخرج بيها بره المكان، وبيطلب منها ان هي تراقب عربيات التسوق، وده علشان يحمي المكان من الفوضى اللي بتعملها سام. وبيجي يوم الجمعة وبتروح سام لدار الايتام، وده علشان تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي مع الاسرة اللي هتتبناها. ولكن سام بتتفاجئ ان الاسرة اجلت الميعاد ليوم الحد، وبيظهر ان هيزل حزينة وخايفة لحسن تبقى زي سام وتوصل لسن 18 سنة من غير ما حد يتبناها. فبتواسيها سام وبتقول لها ان هي متأكدة ان الاسرة هتيجي يوم الحد وتتبناها. وبالليل بتروح سام علشان تقعد في الكافيه، ولكن بتلاقي كل الترابيزات محجوزة. فبتحزن سام لان حظها وحش وبتقعد قدام الكافيه وهي متضايقة. وساعتها بيجي قط اسود وبيقعد جنبها، فبتقرر سام ان هي تديله نص الاكل اللي معاها. فبيفرح القط وبياكل الاكل كله وبيمشي. وبعدها سام بتلاقي عملة معدنية شكلها غريب مرمية على الارض، فبتفتكر سام كلام صاحبتها هيزل عن قرش الحظ. وفي تاني يوم بتستغرب سام لان هي بتصحى بدري عن ميعاد شغلها، وبتلاحظ ان العامل بيقص الزرع والزرع مش بيقع جوه اوضتها، وبيكون واضح كده ان هي اتخلصت من حظها السيء. وهنا بتستنتج سام ان القرش اللي معاها يبقى هو قرش الحظ، فبتقرر ان هي تروح تزور صاحبتها هيزل وتديها القرش ده. واول ما سام بتخلص شغلها بتستعد علشان تروح لهيزل، ولكنها بتدخل الحمام الاول وللاسف قرش الحظ بيقع منها في الحمام. فبتحزن سام وبتروح لنفس المكان اللي هي
هي لقت فيه قرش الحظ، وده على امل ان هي تلاقي واحد تاني غير اللي ضاع منها. وبالصدفة بيكون القط موجود في نفس المكان، وبيظهر ان هو بيدور على حاجة ضايعة منه، وبيسمع القط سام وهي بتندب حظها علشان القرش ضاع منها. وساعتها القط بيغضب وبيلومها لان هي ضيعت قرش الحظ بتاعه. فبتستغرب سام لما بتلاقي القط بيتكلم زي البشر، وبتلاحظ وقتها ان القط لابس طوق عليه نفس الرسمة اللي كانت على قرش الحظ. فبتتأكد هنا ان القط ده يبقى هو صاحب قرش الحظ، وبتطلب منه ان هو يديها قرش حظ تاني بدل اللي ضاع منها. ولكن القط بيسيبها وبيجري في الشارع، فبتجري سام وراه لحد ما بتلاقيه بيقف في مكان معين، وساعتها بيكون قدامه لوحة مفاتيح وبيكتب عليها كلمة مرور، وبتتفتح قدامه بوابة. واول ما بينط القط جوه البوابة سام بتنط وراه بسرعة، وبتكتشف سام وقتها ان هي انتقلت لمكان اسمه ارض الحظ. وبتعرف ان القط ده اسمه بوب، وان هو يبقى واحد من سكان ارض الحظ. ولكن بوب بيترعب لما بيكتشف ان سام موجودة في المكان، وبيعرفها انه ممنوع تواجد البشر هنا نهائي. فبتوعده سام ان هي هتمشي من المكان، ولكن بعد ما يديها قرش حظ جديد. فبيقول لها بوب ان هو ما اداهاش القرش كهدية منه ليها، ولكن القرش ده خاص بيه هو، ووقع منه لما كان بياكل الوجبة. وبيشرح لها بوب ان سكان ارض الحظ بيفقدوا حظهم لما بيكونوا على ارض البشر، وعلشان كده هم بياخدوا معاهم قرش الحظ علشان يساعدهم، والمفروض ان هو يسلم القرش ده لمستودع قروش الحظ. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي 2 من الجن، وبنعرف هنا ان الجن دول مسؤولين عن مستودع قروش الحظ. فبتستخبى سام بسرعة وبتسمعهم وهم بيسألوا بوب عن قرش الحظ بتاعه، فبيقول لهم ان هو هيخلي جيري صاحبه هو اللي يسلمه. وفي اللحظة دي سام بتفهم ان جيري صديق بوب عنده صلاحيات ان هو يدخل مستودع قروش الحظ. وبتيجي لسام فكرة ذكية، وبتطلب من بوب ان هو يساعدها تاخد قرش حظ من المستودع، وده علشان سام تديه لصاحبتها هيزل. وبعدها سام هتمشي من ارض الحظ، وفي المقابل سام هتدي بوب زرار شنطتها، وده علشان يحطه في مكان تسليم قروش الحظ. وبتعرفه ان محدش هياخد باله، وبكده سام هتكون حلت مشكلة بوب. فبيقتنع بوب بكلامها وبيوافق على الخطة. وبعدها بيروح بوب وبيتكلم مع المشرفة وبيشتت انتباهها، وده علشان يدي فرصة لسام ان هي تعدي من البوابة. وبتقدر سام ان هي تدخل من البوابة فعلا. وبعدها بوب بيحط الزرار في مكنة تسليم قروش الحظ. وبعدها بوب بياخد سام وبيروحوا على غرفة خلع الملابس، وهناك بيفتح بوب دولاب صاحبه جيري وبياخد منه هدوم جيري وبيديها لسام علشان تلبسها. ووقتها بيجي 2 من الجنيات وبيستغربوا من حجم سام، فبيقول لهم بوب ان سام تبقى جنية من دولة لاتفيا، وبيعرفهم ان الجن في لاتفيا بيكون حجمهم ضخم زي سام. فبتصدق الجنيات كلام بوب وبيرحبوا بسام وبيمشوا. وبعدها بيتحرك بوب وسام لمستودع قروش الحظ، وبتنبهر سام لما بتشوف ارض الحظ لان كل حاجة فيها بتكون ماشية كويس جدا، ومفيش واحد من سكانها بيحصل له اي موقف وحش. وبعدها بيقابلوا جيري وبيعرفوا بوب على سام، وبيقول له ان هي تبقى جنية من لاتفيا، وان ده اول يوم شغل ليها في مستودع قروش الحظ، وبيطلب منه يساعدها. فبيرحب جيري بسام وبياخدها وبيدخلوا مستودع قروش الحظ. وبتعرف سام ان مهمتها هي تلميع قروش الحظ، ولكن ما بتقدرش تاخد واحد من قروش الحظ اللي هي بتلمعها، وللاسف بتتسبب في فوضى كبيرة في المستودع. وساعتها بيتم تشغيل صفارات الانذار. فبيضطر هنا بوب ان هو يعترف لجيري بالحقيقة كلها، وبيطلب بوب من جيري ان هو يساعده هو وسام في مشكلتهم. فبيوافق جيري ان هو يساعدهم، وبيشرح لهم اللي هم هيعملوه بالظبط. وبيقول جيري ان هو هيستخدم واحدة من الطيارات اللي بدون طيار، واللي بتستخدمها مشرفة ارض الحظ في العثور على اي قرش حظ بيضيع على ارض البشر. وبيقول جيري ان هم هيبعتوا الطيارة للارض وهيتحكموا فيها وهيدوروا على قرش الحظ اللي ضاع من سام لحد ما الطيارة تلاقيه وترجع بيه على ارض الحظ. وبيعرفهم جيري ان الطيارة بتشتغل بكريستالة الحظ، وبيتفقوا سوا ان بوب وسام يروح يجيبوا الكريستالة، اما جيري فهيروح يجيب الطيارة من المخزن. وبعدها بتروح سام مع بوب على المكان اللي بيتصنع فيه كريستالة الحظ، وهناك بتتفاجئ سام بأنثى تنين اسمها بيب. وبتعرف سام ان بيب تبقى هي المسؤولة عن ارض الحظ كلها، ده غير ان بيب بتقدر ان هي تشم الحظ السيء في اي مكان. وبيطلب بوب من سام ان هي تستخبى علشان بيب ما تشمش ريحة الحظ السيء اللي بتفوح منها. واول ما بتمشي بيب من المكان بيتحرك بوب وسام بسرعة، وبيقدروا يحصلوا على كريستالة الحظ. وفي نفس الوقت ده بيقدر جيري ان هو يطلع الطيارة من المخزن، وبياخد الكريستالة من بوب وبيحطها جوه الارنب وبيشغله. وبعدها بيتحرك بوب وسام علشان يكملوا الجزء التاني من الخطة. وبيروح بوب وسام على غرفة التحكم، وبيدخل بوب وبيخدع واحد من الارانب وبيقعد مكانه. وبيستخدم بوب جهاز الكمبيوتر
الكمبيوتر وبيفتح البوابة وبيتم إرسال الطيارة بدون طيار للأرض. وبيقدر بوب إن هو يتحكم في الطيارة وبيوصل لمكان الصرف الصحي في المدينة. وبتقدر الطيارة توصل لمكان قرش الحظ وبترجع بيه على أرض الحظ تاني. وساعتها بيكون جيري مستني الطيارة عند بوابة أرض الحظ، ولكنه بيلاقي الطيارة وقرش الحظ غرقانين بمية الصرف، فبيروح يجيب جوانتي علشان يمسك بيه قرش الحظ، ولكن جهاز النظافة الآلي بيشفط الطيارة جواه. وفي اللحظة دي بوب وسام بيخرجوا من غرفة التحكم وبيتصدموا لما بيعرفوا من جيري إن الطيارة وقرش الحظ اتشفطوا وتحولوا على قسم النظافة. فبيتحرك بوب وسام بسرعة علشان يروحوا يجيبوا قرش الحظ. ولما بيركبوا الأسانسير سام بتدوس على زرار بالغلط، وساعتها بينزلوا على أرض الحظ السيء واللي بتكون جاذبيتها عكس جاذبية أرض الحظ الحلو. وبتستغرب سام من اللي بيحصل، ولما بيفتح باب الأسانسير سام بتخرج منه، فبتحاول بكل قوتها إن هي تدخل الأسانسير تاني، ولكن حظها السيء بيخليها تفشل. فبيساعدها بوب وبيوصف لها الطريق اللي تقدر تخرج بيه من أرض الحظ السيء، وبيعرفها إزاي تقدر توصل للبوابة رقم 13 وبعدها تعدي منها لأرض الحظ الحلو. فبتتحرك سام بسرعة وبتخبي نفسها عن الموجودين في المكان لحد ما بتقدر توصل للبوابة رقم 13. وبتدخل سام من البوابة بسرعة وبترجع لأرض الحظ الحلو تاني. وبعدها بوب وسام بيروحوا على قسم النظافة وبيستخبوا بسرعة قبل ما جيف المسؤول عن القسم يشوفهم. وساعتها بيلاحظ بوب إن في حبوب من الحظ السيء لازقة في رجل سام، وبيجي جيف وبينظف الأرض من حبوب الحظ السيء لحد ما بيوصل لمكان بوب وسام. ولحسن الحظ إن جيف مش بياخد باله وبيفتكر إن حبوب الحظ السيء اتسربت من الخلاطة اللي هو بيجمع فيها حبوب الحظ السيء. وبيظهر إن جيف طيب جدا وبيرحب ببوب وسام، وده لأن محدش بيزوره خالص في قسم النظافة. فبتتكلم سام مع جيف وبتسأله هو إزاي بيقضي أغلب الوقت لوحده، فبيحكي لها جيف إن هو الأول كان بيتضايق من وحدته وده كان بيأثر على شغله. وفي يوم خلاطة الحظ السيء انفجرت وجسمه كله اتصاب بحبوب الحظ السيء. وبيقول جيف إن اللي عالجته من اللي حصل له هي بيب مديرة أرض الحظ السيء بنفسها. وهنا سام بتعرف إن جيف حب بيب أول ما شافها، ومن وقتها وهو عايش على ذكرى حبه ليها. وبيوريها جيف صورة ليه مع بيب أثناء فترة علاجه، وبيظهر إن جيف حزين لأن بيب مش بتحبه زي ما هو بيحبها. وفي الوقت ده بوب بيدور وسط المخلفات على الطيارة بدون طيار اللي فيها قرش الحظ، فبيروح له جيف وبيسأله هو بيدور على إيه، فبيقول له بوب إن هو بيدور على طيارة بدون طيار فيها قرش الحظ بتاعه. فبيقول له جيف إن هو لقى الطيارة من شوية وفعلا كان فيها قرش الحظ، ولكن جيف بعت قرش الحظ للمستودع علشان يتم تطهيره، وده لأن قرش الحظ كان غرقان بمية الصرف الصحي. وبعدها بوب وسام بيرجعوا لأرض الحظ، وساعتها بوب بيكون محبط جدا لأنهم ما قدروش يلاقوا قرش الحظ، ولكن سام بيتفاجئوا إن هي عندها خطة هتجيب بيها قرش حظ جديد. وبيظهر إن سام معاها حباية من حبوب الحظ السيء، فبتروح بيها على مكتب بيب وبتطلب مقابلتها. وبمجرد ما بيب بتقابل سام بتشم ريحة الحظ السيء، فبتستدعي قوات مقاومة الحظ السيء، وده علشان يتخلصوا من الحباية اللي في رجل سام. وبعدها بتطلب سام من بيب إن هي تديها قرش حظ جديد، وبتفكرها سام باللي هي عملته مع جيف، وده لما اتصاب بالحظ السيء زمان. وبتكتشف سام إن بيب بتحب جيف وبتكون فاكرة إن هو مش بيحبها، وعلشان سام فكرت بيب بأحلى أيام حياتها فبتديها بيب قرش حظ جديد، وده علشان يساعدها في مقاومة تأثير الحظ السيء عليها. فبتشكرها سام وبتخرج من المكتب وهي مبسوطة، وبتجري على بوب علشان تعرفه باللي هي عملته. ولكن سام بتتصدم لما بتشوف المشرفة وهي بتقبض على بوب، وده لأن المشرفة اكتشفت إن بوب خدعها وحط زرار في المكنة بدل ما يحط قرش الحظ. فبتروح لها سام بسرعة وبتديها قرش الحظ اللي معاها، وبتقول سام للمشرفة إن قرش الحظ ده وقع من بوب وهي لقيته. فبتاخد المشرفة قرش الحظ وبتحرر بوب، وبعدها بوب بيشكر سام لأن هي أنقذته وما خدتش قرش الحظ وراحت بيت صاحبتها هيزل. فبتقول له سام إن هي عندها خطة تانية وهتقدر بيها تساعد هيزل وهتخلي حظها حلو. وبعدها سام بتاخد بوب وبتروح بيه على قسم النظافة، وبتستغل إن جيف مشغول وبيمارس الرياضة، وبتروح على خلاطة الحظ السيء وبتوقفها. وبكده سام بتمنع الحظ السيء من إن هو يوصل للأرض. وبتشرح سام لبوب إن هيزل هتقابل الأسرة اللي هتتبناها، وبما إن هي منعت الحظ السيء من الوصول للأرض فبالتالي هيزل هيكون حظها حلو والأسرة هتاخدها من الدار علشان تتبناها. وبعدها سام بتقرر إن هي تمشي من أرض الحظ، ولكن للأسف خلاطة الحظ السيء بتنفجر، وساعتها حبوب الحظ السيء بتغطي أرض الحظ بالكامل. فبيجري بوب وسام علشان يحاولوا يلاقوا حل للي بيحصل، وبسبب الانفجار ده الحظ الحلو مش بيوصل للأرض. وساعتها بتشوف سام صاحبتها هيزل وهي حزينة
سنة، وده لأن الأسرة اللي هتتبناها ما راحتش للدار أصلا. وبعدها بتيجي بيب وبتحاول تدور على حل للمصيبة دي، وبيظهر إن بيب بتدور على قرش حظ ما يكونش ملوث بحبوب الحظ السيء، وده علشان تقدر تصنع أحجار الحظ وتصلح عجلة الحظ. وفجأة بوب بيطلع قرش حظ كان مخبيه في الطوب وبيدي القرش ده لبيب، ولكن للأسف قرش الحظ ده بيكون اتلوث هو كمان. وهنا بيكون بوب أعلن عن السر اللي هو مخبيه عن الكل، وبنعرف هنا إن بوب من سكان أرض الحظ السيء أصلا، وإن هو لقى قرش الحظ ده بالصدفة وفضل مخبيه في الطوب علشان الحظ يلازمه ومحدش يكتشف إن هو من أرض الحظ السيء. وبتقرر سام إن هي تعترف لبيب إن هي من البشر، ده غير إن هي السبب في كل اللي حصل. فبتتضايق منها بيب لأن هي خدعتها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتقعد سام وهي حزينة لأن هي ما قدرتش تساعد صاحبتها هيزل، ده غير إن هي تسببت في دمار أرض الحظ. ولكن بوب بيواسيها وبيقول لها إن هي أفضل إنسانة هو قابلها في حياته، وده لأن هي بتفكر دايما إن هي تساعد كل اللي حواليها. فبتفرح سام بكلام بوب وبتحاول تفكر في طريقة تصلح بيها غلطتها. وبتفتكر هنا سام حاجة شافتها لما كانت في أرض الحظ السيء، وبنعرف إن الحاجة دي فيها شبه من حجر الحظ الحلو. فبياخدها بوب وبيروحوا سوا على أرض الحظ السيء، وهناك بيقابلوا رودي صديق بوب وبتحكي له سام على كل اللي حصل. فبيعرفها بوب إن اللي هي شافته ده عبارة عن مجموعة من حبوب الحظ الحلو، وإن هو كان بيجمعها من فترة طويلة، وإن هو كمان محتفظ بيها ومخبيها عن الكل، وده علشان زمايله اللي معاه في أرض الحظ السيء يكون ليهم نصيب من الحظ الحلو. وبيقرر رودي إن هو يدي الحبوب دي لسام علشان تنقذ بيها أرض الحظ الحلو. وبيقول لها رودي إن هو واللي معاه مش هيتأثروا بغياب حبوب الحظ الحلو عنهم، وده لأن هم عرفوا فوائد الحظ السيء، وهي إنهم اتعلموا إزاي يتعاملوا مع المواقف الصعبة. وبعدها سام بتروح لبيب فبتفرح بيب وبتبدأ تصنع أحجار الحظ، وده علشان تحطها في عجلة الحظ وتشغلها تاني. ولكن سام بتكتشف إن بيب هتحط أحجار الحظ الحلو بس في عجلة الحظ علشان تخلي العالم كله يكون حظه حلو ومفيش حد يبقى حظه وحش. فبتجري عليها سام بسرعة وبتمنعها وبتعرفها إن هي لازم تحط حجر الحظ السيء في عجلة الحظ، وده لأن الحظ السيء بيكون مفيد ليهم في أوقات كتير. وبتفكرها سام إن الحظ السيء هو اللي خلاها تقابل جيف حب حياتها، ده غير إن الحظ السيء هو اللي ساعدهم في الحصول على حبوب الحظ الحلو، وده معناه إن الحظ السيء هو اللي أنقذ أرض الحظ الحلو من الدمار. فبتقتنع بيب بكلامها وبتحط حجر الحظ السيء في مكانه، وبعدها بتدور عجلة الحظ وبيحصل التوازن، وساعتها أرض الحظ بترجع لطبيعتها والحظ بيوصل لأرض البشر من تاني. وبعدها سام بتشوف هيزل وهي مبسوطة، وده لأن الأسرة وافقت إن هي تتبناها. وبعدها سام بتاخد أهل أرض الحظ الحلو وبيروحوا يزوروا أهل أرض الحظ السيء، وهناك سام بتدي حجر الحظ الحلو لرودي وبتشكره على مساعدته ليهم. وبعدها بيجي الوقت اللي سام بتودع فيه كل اللي حواليها، وده لأن هي هترجع للأرض تاني، ولكنها بتتفاجئ إن بوب بيطلب منها تاخده معاها، وده علشان يعيشوا سوا كعيلة واحدة. فبتوافق سام وبتحضنه وبيكونوا في قمة السعادة. وبتعدي سنة وبتكون سام هي مديرة المكان اللي هي بتشتغل فيه. وبعد ما سام بتخلص شغلها بتاخد بوب وبيروح يزوروا هيزل في بيتها الجديد، وبعدها بياخدوا هيزل معاهم وبيخرجوا سوا، وده علشان يقضوا عطلة نهاية الأسبوع مع بعض، ووقتها بيكونوا مبسوطين وفي قمة السعادة. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.